الاهلي خسر من بيراميدز وروبيرو الوحيد اللي شال المشاريب. الزمالك معرفش يستغل تعثر بيراميدز والاهلي في اول الدوري. المصري في صدارة الدوري، وغزل المحلة لاعب نضيف وبينافس مع الكبار. وده تحليل الجولة الخامسة في الدوري المصري. السلام عليكم ورحمة الله. أنا محمود فاروق ودي قناتي. ما تنساش الاشتراك واللايك. ويلا نبدأ بماتش الأهلي وبيراميدز. بس قبل ما نخش في الماتش خلينا نجيب الموضوع من الأول قوي. هو مين اللي بيوافق على التعاقدات في النادي الاهلي؟ يعني مين اللي بيمشي وبيجيب اللعيبه؟ خلينا نتكلم في الانتقالات مبدئيا، نشوف الاهلي عمل ايه، جاب مين ومشى مين. نبدا بالدفاع. اولا انت ماشي خالد عبد الفتاح، وماشي كريم الدبيس، وماشي علي معلول، ماشي يحيى عطية الله، وماشي رامي ربيعه. طيب جبت مين؟ جبت ياسين مرعي ومحمد شكري. يلا كده الحمد لله، كده جميله. ماشي خمس مدافعين وجايب مدافعين اتنين. كان عندك ازمه اساسا في ناحيه الباك الشمال، ان انت ما عندكش اساسا باك شمال. تروح ماشي كريم الدبيس ويحيى عطية الله وعلي معلول، ماشي ثلاثة باك شمال وتجيب واحد وانت اساسا كان عندك مشكلة فيها، وتجيب محمد شكري. طبعا ده الصفقة الجديدة للأهلي. جه لعب ماتش واتصاب. ما عندكش دلوقتي حد تلعب بكريم فؤاد باك شمال اللي هو اصلا مركزه مش باك شمال، وبتلعب برضه بكوكا شمال وهو برضه مش باك شمال. طب ايه اللي انت عملته ده؟ مين اللي وافق على الكلام ده؟ ما نعرفش طبعا. ماشي من عندك عمر الساعة وعمرو السولية وكريم نيدفيد من خط النص. جبت محمد علي بن رمضان بس. طيب عندك هو عمر الساعة ما شاء الله الراجل بقى تاني هدافين الدوري، 3 اجوان. بينزل بديل وبيجيب الجون. انت متخيل اللي انت فيه؟ مش عمر الساعي الراجل اساسا كان جاي من الاسماعيلي، كان الراجل في التوب فورم بتاعته، جه هنا اتدفن مع كولر. طب يا عم جبت ناس جداد، طب ما تبدا تجربه. الراجل اكيد كويس، ما انت مش جايبه خلاص تروح بعته اعاره المصري ويتالق في المصري. ودلوقتي احنا عايزين عمر الساعي. نخش بقى على الهجوم. الضحك انت جايب اشرف بن شرقي، وبعد كده بشويه رحت جبت تريزيجيه، الاثنين اللي بيلعبوا في نفس المركز. ولما تيجي تجرب الاثنين في مركز مختلف ما بيأدوش. طب انت جايب اتنين لاعبين في نفس المركز، وحتى مش يعني كانوا فورمه زمان، كانوا اقوياء جدا زمان ومهارات واجوان. بس حاليا مش ده، يعني مش ده اشرف بن شرقي اللي كان في الزمالك، ولا ده تريزيجيه بتاع استون فيلا. عندك مثلا فريق بيراميدز نزل ودور وجاب ايفرتون دا سيلفا. شوف اللاعب ما شاء الله، اللاعب جراي رايح جاي قصير مهاري وبيعرف يشوط بيوت. انت فاهم؟ بص كده اللقطه دي لتريزيجيه، شوف كده. ايه ده؟ محمد علي بن رمضان مهدها له علشان بقى لوحده، الراجل بقى لوحده خالص، يجي يشوط تقلش منه بالقشه دي. بجد والله ده انت لاعب كده كبير. ده ايه اللي الاهلي بيقدمه ده؟ ومشيت وسام ابو علي وما جبتش حد. ما تقوليش محمد شريف، عشان محمد شريف مش في امكانيات وسام ابو علي. وسام ابو علي راس حربه صريح، راجل بيعمل كل حاجه في الهجوم. يجيب اجوان بدماغه، يشوط برجله، يشوط ضربات جزاء، يشوط فاولات، بيعمل كل حاجه. محمد شريف ما بيعملش اللي وسام علي بيعمله، خلينا متفقين. فدي اول حاجه بالنسبه بقى للاداره والانتقالات ومدير التعاقدات. ده كله لازم يتحل في النادي الاهلي. عشان كده انت خليت بس روبيرو هو اللي شال المشاريب لوحده، روبيرو هو اللي مشي. طب ما نجيب من الاساس بقى. مين اللي جاب روبيرو؟ مين اللي جاب التعاقدات دي؟ مين بيعمل كده؟ ده اللي المفروض يتحاسب مش روبيرو. كده كده روبيرو كان لازم يمشي، روبيرو عامه مش قد الاهلي. بس مين بقى الاساس في الموضوع ده؟ عارف روبيرو اصلا جاي ليه؟ روبيرو وصل نص نهائي دوري ابطال افريقيا مع فريقه الاولاني، وكان بيلعب بيراميدز. ماتش الذهاب كان هناك في جنوب افريقيا، ماتش خلص 0-0. ماتش العوده خلص 3-2 لبيراميدز، وتاهل طبعا بيراميدز وخد دوري ابطال افريقيا، وكان يستحقها فعلا. ده بجد سبب اللي جاب ريبيرو، عشان تكون فاهم ان هو وصل نص نهائي وجه يلعب بيراميدز بشكل حلو. ندخل على بيراميدز. بيراميدز الفريق اللي هو من اول الموسم اساسا ما كانش كويس، بدا بدايه وحشه جدا. اتعادل في ماتشين، كسب ماتش وخسر ماتش، واخر ماتش طبعا كسبه قدام الاهلي، ده الماتش الخامس. لحد ما يوريتيتش بدا يفوق، فاهم ان هو داخل يلعب الاهلي، فوق لعبته كلها. روح اتفرج على الماتش، شوف التحركات، شوف الانتقالات، شوف الجون الثاني، كرة في رجل بيراميدز ما شاء الله. اللعيبه عمالين يلعبوا من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، ولاعيبه الاهلي ما فيش ضغط، لعيبه ثابته ما بتتحركش. شوف الجون الثاني، تعال اهو. ده الجون الثاني، كرة رايحه وكرة جايه وما فيش ضغط طبعا من النادي الاهلي. في الاخر بص الاسيست من قطه لوحده، جاي من ورا لوحده. بص الاسيست، جه كارتي بام عشان هو ما يتسالش عن الكوره. فين الدفاع؟ فين الضغط؟ بيراميدز عمال يلعب عليك ضغط من اول الماتش وانت مش موجود. انت لو عملت 5 باصات، لو بتبني لعبه من تحت وعملت 5
باصات بين اللعيبه، الكره بتتقطع في الخمسه، ما كملش الخمسه الكره تتقطع وراجع ورايا. طبعا بيراميدز عمل ماتش حلو، يوريتيتش فوق اللعيبه خلاهم يعملوا ماتش تاريخي تاريخي قدام الاهلي. نمسك الزمالك. الزمالك بقياده يانيك فيريرا ما عرفش يستغل التعثرات الاولى بتاعه الاهلي وبيراميدز. الزمالك اتعادل في ماتش وخسر ماتش قدام وادي دجله، ماتشه الاخير خسر 2-1، فبالتالي ما عرفش يستغل تعثرات بيراميدز والاهلي، اللي هو اصلا كان المفروض اكتر وقت اصلا يستغل فيه هو الماتش الاخير ده، عشان يبقى فارق عنهم بشويه حلوين. كان هيبقى اللي وراه المصري طبعا فريق كويس وهنتكلم عنه دلوقتي حالا، لكن مع ان انا شايف ان فريق الزمالك معاك كل الاوراق اللي تخليه ياخد الدوري مستريح جدا. انت معاك فرقه وبدلاء فرقه وكلهم تقريبا بنفس الامكانيات، فانت مش عارف تستغل تعثر الاهلي وبيراميدز. انت كان زمانك دلوقتي فارق عنهم بشويه حلوين، كان زمانك مرتاح داخل ماتش المصري مرتاح، اللي هو هيكون الجوله الجايه، بس ده طبعا بعد التوقف الدولي. اللعيبه هيبقى في حاله من عدم التركيز هم والمدرب، عشان هم اصلا داخلين على ماتش صعب قدام المصري، اصعب فريق بجد دلوقتي حاليا في الدوري المصري. هو دلوقتي طبعا الاول في الجدول المصري بعد خساره الزمالك بفرق نقطه عن الزمالك. المصري 11 نقطه، الزمالك 10 نقط، فالزمالك دلوقتي يعني بقى الموضوع بالنسبه له صعب جدا، عشان داخل على ماتش يعتبر اللي هيكسبه هيكون اول الدوري. ندخل على المصري، الفريق اللي بادئ بدايه قويه جدا 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 في الدوري، الفريق اللي تعادل ماتشين منهم ماتش مع بيراميدز وكسب 3 ماتشات، اخر مكسب ليه كان 4-0. الفريق مسجل 14 جون في الدوري، اكتر فريق سجل اجوان. عندهم لاعب ما شاء الله حاجه يعني خامه ما شفناش في الدوري المصري، عبد الرحيم دغموم، اللاعب الجزائري هداف الدوري حاليا باربع اجوان، ساهم في اجوان كتيره جدا من ال 14 طبعا. وطبعا الفريق معاهم مدرب كويس جدا نبيل الكويكي، لسه جاي في الصيف ده في شهر 6، عمل فريق قوي جدا. روح اتفرج على كورتهم، ما عندهمش راس حربه، بيلعبوا بطريقه ليفربول مع يورجن كلوب، ما فيش راس حربه صريح. صلاح محسن مع دغموم مع منذر طمين، الثلاث لعيبه بيفضلوا يبدلوا في المركز، اي فريق بيلعبوه الدفاع بيتوه، ما بيبقاش عارف يعمل ايه في وسط الهجوم من الفريق ده كله، هم اصلا مش عارفين يمسكوا مين. دغموم شويه تلاقيه يمين شويه تلاقيه شمال وشويه تلاقيه في النص، وكذلك صلاح محسن وكذلك منذر طمين. فريق قوي جدا بقياده مدرب قوي جدا، وانا شايف ان هو ينافس على الدوري وبقوه، بس لو استمر بهذا الشكل. نخش على غزل المحله. غزل المحله الفريق اللي عامل موسم رائع، اتعادل في 4 ماتشات بنتيجه 0-0، منهم ماتش مع الاهلي، وكسب اخر ماتش قدام الاسماعيلي بنتيجه 3-0، بقى معاه 7 نقط ويقدر يكمل في الدوري، وهو اساسا عقبه بالنسبه للفرق الكبيره كلها، هيكون عقبه برضو للزمالك والبيراميدز، لكن لو الفرق فايقه طبعا هتتغلب عليه. بس هو عنده فرقه دفاعيه قويه جدا، عندهم باك شمال كويس جدا اسمه يحيى زكريا، قلب دفاع قوي احمد شوشه، وعندهم باك يمين عبد الرحيم عموري. فرقه قويه جدا دفاعيا، وعندهم جريندو واقف في منطقه الهجوم. اللعيبه يا جدعان كان في اخر ماتش لعبه قدام الاهلي حرفيا كان بيهاجم لوحده وتعب دفاع فريق الاهلي كامل. لاعب كويس، فرقه كويسه، يقدروا ينافسوا طبعا على الدوري، لكن مش هيبعد عن المركز الرابع او الخامس لو الفرقه بدات تفوق. بس هي عامه فرقه كويسه جدا، وممكن ليه لا، ليه ما ينافسوش مع توب 3. فرقه كويسه وتقدر تعمل، لكن هي برضو مشكله في اللعيبه، يعني فكره ان انت بتلاعب فرقه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز، فرق بتصرف على لعيبتها مش زي غزل المحله، فده يخلي الافضليه ليهم طبعا للاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري حتى برضو. ف بس هنشوف، ممكن يقدم مستوى جميل جدا.